ومبروك ليك طبعا يا فضل. انت يعني امبارح شاركت بعد فتره غياب الحقيقه، وكنت يعني كان الناس كلها بتندهش من غيابك، لكن امبارح اثبتت ان دورك مهم جدا في هجوم النادي الاهلي. الحمد لله طبعا، يعني الواحد بيحمد ربنا ان يعني ان امبارح الواحد كان يعني سبب من اسباب يعني الحمد لله النتيجه، يعني كنا كويسين كمجموعه والحمد لله الواحد ربنا وفقني ان انا جبت الجون الثاني. بتبقى صعبه على يعني على اي لعيب ان هو يشوف الجمهور اللي كان متواجد امبارح ده ويبقى يعني يرجع يبقى زعلان او حاجه. الجمهور ده الواحد والله اول ما نزل دعا يا رب يكون سبب من اسباب ان يبقى نفرح الناس دي. الحمد لله ان ربنا استجاب، والحمد لله ان ربنا يسرها يا رب. فضل، انت يعني قبل ليله المباراه كان الكابتن حسام قاعد معاك وقال لك انك هتشارك؟ لا خالص، احنا في النادي ما فيش يعني حضرتك عارف ان في سيستم معين، ما فيش يعني ما ينفعش مدير فني يقعد مع لعيب يقول له حاجه ولا يبقى الموضوع كله سواسيه طبعا. انا ما كنتش عارف اصلا ان انا جوه 18 ولا بره حتى لغايه اوضه اللبس، لغايه قبل المباراه بدقائق يعني. لا حضرتك عارف. بس انت كنت حاسس نفسيا ان انت هتشارك في هذه المباراه؟ لا والله بص حضرتك، انا كنت بعمل الاسباب اللي احاول ابقى كويس، يعني بتمرن كويس، بجتهد في التمرين الفتره اللي فاتت، مركز ان انا عاوز العب. نعم. فطبعا يعني اكيد طبعا يعني كابتن حسام طبعا اكيد كان شايف التمرين، الواحد بيحاول يعني يبين ان هو عاوز يلعب، والحمد لله ان ربنا كرمني ويعني الواحد بيبقى زعلان لما ما بيلعبش طبعا، فالحمد لله ان ربنا تمام. فضل، يعني انت فور نزولك احنا على الشاشه دلوقتي بنعرض يعني فرصه ليك لما انت طلبت بركله جزاء، حتى ضربت على الارض بايديك غاضب جدا من قرار الحكم. الكره دي كان فيها ايه بالظبط؟ تقريبا كانت فاول، صح؟ الفاول البركات لعبه. لا انت دخلت جوه ال 18 وفي كره مشتركه. هو الحقيقه هو بس المدافع اللي كان ماسكني ما بانتش، انا ما رجعتش شفتها على فكره. هو كان ماسك ايدي بس ما يعني هي بان من الكاميرا اللي ورا الجون، ما ينفعش. هنعيدها تاني. هو كان شادد من ايدك. شايدني من ايدي، بعدين في واحد جاي، يعني انا حقيقه كنت رايح للكوره، انا شايفها ان انا رايح لها وهو حطها جون، لان هي كانت معديه تقريبا كان عماد او حاجه، كانت معديه خالص ورا، كنت جاي من فاضي لورا من ورا يعني. نعم. فهو كان ماسك ايدي، وبعدين الاثنين يعني طبعا ذكاء، يعني هم جم يعني الشده كانت من قدام ما كانتش من ورا. فطبعا الحكم كان هو ممكن يشوفها والله يا مان، فاتنرفزت ان هي ضربه جزاء، وفي وقت احنا كنا محتاجين اي حاجه يعني. الكاميرا يعني انت دلوقتي لما قلت شادد ايدك، كانت ايدك اليمين كانت مستخبيه في ظهره. اليمين بالظبط. كانت مستخبيه في ظهره امام الكاميرا الحقيقه. بالظبط. انا لما رجعت حضرتك وشفتها مش باينه من الكاميرا. لكن هو لو الحكم كان واقف بزاويه معينه والله يا مان تبان قوي يعني. تمام. طب فضلي قول لي حكايه الهدف بقى. يعني الحمد لله طبعا، يعني بركات طبعا. يعني الواحد يعني كابتن حسام وانا نازل كان قايل لي طبعا في حضرتك الشوط الاولاني كان في كور عرضيه كتير قوي. بس فكابتن حسام قال لي تروح للكوره وتحاول تستغل الكرات العرضيه اللي سيد وبركات بيعملوها. فبركات طبعا انا وهو بيعدي، انا كنت يعني مستني ان هي تعدي بس من عماد كان واخد العرضه القريبه، وانا كنت مستني لو عدت منه هبقى يعني ابقى جوه الجون بمعنى اصح يعني. فالحمد لله عدت الكوره، وانا كنت شايف الجون كويس، والواحد ما صدق يعني، الواحد وهي ملعوبه بتمنى ان هي تعدي بس. وانت حاسس ان هي هتعدي يا محمد؟ طبعا، يعني انا طبعا كنت يعني واقف في المكان ان هي لو عدت ان شاء الله بقى يكون في توفيق واجبها. كل ده في جزء الثانيه، لا الكوره لغايه ما اتلعبت من بركات وانت بتفكر في الكوره. بالظبط. ما انا لازم ابقى واجد يعني كفيرود، لازم ابقى متواجد في المكان اللي انا ممكن اقدر اجيب منه جول. حسيت بايه اول ما الكوره هزت الشباك، خصوصا ان ده الهدف الثاني اللي اكد ان الاهلي بقت له حظوظ خلاص في التاهل؟ حسيت ان احنا عاوزين نجيب الثالث، يعني حضرتك بصيت تلاقيني رد فعلي ما يعني، انا سجلت قمت جاري على نص الملعب، احنا الثالث خلاص. يعني انا كل تفكيرنا احنا كفرقه قبل الماتش والله مش نجيب جونين، احنا نازلين هدفنا 3. نعم. ان احنا مش عاوزين ندخل في ضربات جزاء واحنا كفريق احنا عملنا ماتش هناك كويس قوي، بس ما كانش فيه توفيق في احراز الاهداف. احنا كل تفكيرنا عندنا طموح ان احنا ننزل نجيب 3 جول. الحمد لله انا زي ما بقول لحضرتك جبنا الجول الاولاني، جرينا على طول الثاني، جرينا لغايه ما الثالث اطمنا شويه الحمد لله. فضل، انت يعني حاسس ان الهدف ده هيشفع لك انك تبقى خلاص اساسي في خط هجوم النادي الاهلي؟ لا طبعا، يعني هو مش لا هو بص حضرتك احنا في مصر ما فيش يعني، او مش في مصر، هو في حياه الاحتراف مفيش حاجه اسمها هدف يشفع للعيب، يعني لعيب باجتهاده وبتعبه هو ده اللي يعني يلعبه. لكن ممكن اقول لحضرتك ان هي بدايه كويسه، يعني بدايه كويسه لفتره كانت بالنسبه لي، كانت انا كنت زعلان طبعا، انا ما كنتش بشارك الفتره اللي فاتت، بس الزعل كان ايجابي مش سلبي.
يعني في فرق بين زعل سلبي ان انا اطلع يعني زعلك حفزك اكتر انك تجتهد وتتمرن اكتر. بالظبط ده الزعل الايجابي المطلوب. لكن يعني ما كان مثلا بتكلم او اي حاجه كان بيبقى زعل ايجابي بتكلم، بس في نفس الوقت بحاول زي ما بيقولوا في الكوره احاول اغل في التمرين او احاول اثبت نفسي ان انا عشان العب. الحمد لله ان دي كانت يعني اتمنى ان هي تبقى بدايه الفتره. كانت الفتره اللي فاتت بالنسبه لي مش كويسه، يعني انا كنت زعلان من الفتره اللي فاتت بصراحه. بركات كان ليه دور كبير امبارح في المباراه، كان واضح جدا يا فضل. لعيب كبير طبعا، واللعيبه الكبار كلهم بالجهاز الفني كلنا كان لنا دور، الجماهير كان ليها دور. يعني انا بقول لحضرتك والله يا استاذ محمد، انا لما نزلت امبارح شفت الجماهير الواحد يعني صعب والله الدعوه اللي انا قاعد بدعي يا رب الناس دي ما ترجع زعلانه يعني فعلا. فبركات لعيب كبير جدا، عنده حلول كتير في الماتش. شفت حضرتك كان يلعب ملاعب باك رايت واحنا بنلعب 4 كان بيهاجم، وكان ناحيه اليمين كانت يعني ما شاء الله طبعا شغاله ازاي، وعنده حلول وفي اي وقت يجيب لك جون او يعمل لك جون يعني. بالظبط، من اللعيبه المهمه طبعا. اخيرا فضل، انت خلاص فكره ان انت ترحل من النادي الاهلي او تلميحاتك اللي كانت الفتره السابقه اعتقد انها دلوقتي يعني غابت خلاص. انا كل كان كلامي الفتره اللي فاتت ان انا اخر الموسم هقيم تجربتي مع النادي الاهلي. نعم. انا ما قلتش هرحل، انا قلت هقيم التجربه واشوف. نعم. ودي حق، ده انا شايف ان ده حق مشروع ان انا كلاعب اتمنى طبعا اكون ناجح في المكان اللي انا فيه. فانا كنت شايف ان الفتره اللي فاتت مش بحجم اللي انا كنت عاوزه، مش ده طموحي اللي انا عاوزه. انا بقى موجود في النادي الاهلي وما بلعبش مثلا او ما بشاركش. فانا لسه لغايه اخر، انا بقول لحضرتك يعني قبل الماتش ده كمان في ناس قالت لي انت هتمشي،